السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفه جديده اللي هي البسبوسه. شوفوا وصفه ناجحه 100% وتجي مشربه الله الله. في البدايه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو في الفيديو نتاعنا. اولا وقبل كل شيء نحضر الشربات اللي فيها 2 كيسان تاع السكر مع 4 كيسان تاع الماء، والكيلة بطبيعة الحال نكيلو بها السكر غادي نكيلو بها في كامل الوصفة. نضيفو حبة نتاع الليم، نص نقطعه شرائح والنص الاخر نعصروه ونزيدو نحطوه في الكاسرونة. فوالا، وغادي نحركوه حتى يذوب السكر، عاد نشعلو عليه النار ومين يغلى نطفيو عليه. دروك نجيو للوصفة. كما راكم تشوفوا حبيباتي درت 3 بيضات مع قرصة نتاع الملح، ونضيفو تاني كاس ناقص أصبع سكر. تقدروا ديروا كاس كامل اذا تحبوا البسبوسه نتاعكم تجي حلوه. هاد المقادير اللي نديتها لكم تجي نص بنص، لانه في الدار ما نحبوهاش حلوه بزاف. ونخلطهم بيان بالفوي كما راه موضح معكم في الفيديو. عندنا كاس نتاع الزيت غادي نبقاو نضيفو فيه تدريجيا ونخلطوه مع بعض. نزيدو علبة نتاع الجبن الطبيعي كما راكم تشوفوا. حياتي اذا وصلتوا لهنايا في المشاهدة ما تنساش ديروا لي جيم لا فيديو باش لا فيديو نتاعنا يطلع، اشتراك في القناة اذا راكي اول مرة تشوفينا، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نحطه في القناة، بيان سور فضلا وليس امرا. نضيفو مغرفة صغيرة نتاع لافاني تكون معمرة. انا هنا المغرفة صغيرة بزاف عليها، درت تقريبا 2. ونربي بشور حبة ليمون، وهذيك ليمون نعصرو النص نتاعها. فوالا، مع كاس نتاع الحليب ونخلطو. هنايا زدت 2 كيسان نتاع السميد اللي يكون متوسط، وخلطت بطبيعة الحال. المقادير نتاع الوصفه غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف باش كي باغ اكزومبل تحبوا ترجعوا لها تلقاوها سهله. هنا ضفت 3 مغارف كبار نتاع الفرينه مع 3 مغارف نتاع نواه كوكو. ايا من خلطت شفت بلي الخليط نتاعي راه عاد خفيف، هي زدت من بعد مغرفه نتاع لافارين. بون الفرينه اللي درتها كانت عندي مغربله،
لانه ديجا كنت غربلت باش درت الصابلي من قبل. وباينه نديرو الخميره نتاع الحلويات، درت 2 اكياس. فوالا هذه هي المعرفة نتاع الفرينة اللي قلت لكم عليها، راني ضفتها مع الاخر. هادو هما المكونات التام اللي استخدمتهم في البسبوسه نتاعي. وبيان سور غادي نخلي الخليط نتاعي يريح عاد باش ندخلو للفرن. جبت البلان نتاعي ديت لي كبير كامل. شوفوا ما مولتش نخدم بهذا مالفه نطيب بلا كاري وكبير، شغل البسبوسه ملي مولفه نطيبها في بلا كاري. بصح ماما قالت لي نتقب شغل كي غادي نطيب فيها وغادي ندير الشربات كامل غادي يبدا يقطر لي، فاهمين عليها ايفيتيت نخدم فيه. اسانسيال دهنته بالزبده ودردرت فوقه السميد وكبيت هذاك الخليط فوقه ودخلته للفرن. فوالا كي تشوفوا احمر من الجناب كيما راه موضح، نطفيو له من تحت ونشعلو له من الفوق. كي نخرجوه من الفرن ديريكت نديرو له الشربات. حنا ديجا حضرنا الشربات من قبل باش تبرد لنا، يعني البسبوسه تكون سخونه والشربات تكون بارده. هذيك الشربات كامل نحطوها فوق البسبوسه نتاعنا. وكتزيين زيت بنوة كوكو كما راكم تشوفوا. وكي قطعت البسبوسه كل مرسو درت له قطعه صغيره نتاع الماء. والتزيين يبقى اختياري، يعني اللي يكون عندك متوفر في الدار. واذا تحبوا نشارك معكم الوصفات نتاع حلويات العيد، ما عليكم غير تكتبوا لي في لي كومونتير وحاجه باينه ما ندخلش عليكم. ما تنساوش تتبعوني في الانستغرام لما راكمش من المتابعين نتاعي، باسكو تما راني اجور معاكم وغادي نولي نحط لكم لي ستوري توجور. هنا البسبوسه كانت عاد سخونه، بصح انا واختي بغينا ناكلو ما قدرناش نصبروا. مي من الاحسن تبات، لانه كي تبات غادي تشد روحها وتتشرب بيان وتكون خير من كي تكون عاد سخونه. راكم فاهمين. ودروك وصلنا لنهايه الفيديو نتاعنا، ونتمنى يكون عجبكم. وما عندي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.